أهلا وسهلا بحضراتكم من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55. النهاردة أول يوم للمعرض، ويسعدني جدا يكون معايا الكاتبة هالة فودة من دار العين، وهنتكلم عن روايتها الأحدث في قلبي رضا. أهلا وسهلا بيكي دكتورة هالة. اهلا اهلا استاذه غاده، ازيك، ايه واهلا الأخبار؟ بالجروب الجميل. أنا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، متابعه نشاط الجروب والقراءات الجميله والريفيوهات الحلوه، وسعيده جدا ان انا بتكلم معاكم النهارده. احنا أسعد طبعا أكيد. دكتورة هالة أستاذة الأدب الفرنسي في جامعة عين شمس، كاتبة وروائية. أول رواية ليها في قلبي رضا. حابة أعرف من حضرتك إيه موضوعها وليه حبيتي إنك تكتبي أصلا من الأول؟ الكتابه طبعا حاجه انا بحبها جدا طول الوقت. وكان من المؤكد ان اول عمل هكتبه هيكون حاجه قريبه مني جدا جدا، عشان كده الكتاب طالع سيره روائيه. يعني الاطار روائي، ولكن هي سيره بتتكلم عن والدي وحياته ومراحل من حياته وبعض التقاطعات ما بين الحاجات اللي هو عاشها والحاجات اللي انا عشتها. وعشان كده هتلاقي العنوان والعنوان الفرعي الاثنين فيهم هذا المعنى المزدوج. في قلبي رضا، جوايا الرضا، ولكن هو في نفس الوقت اسمه رضا كمان. بابا اسمه رضا. جميل. فمن هنا جه الاختيار بتاع الاسم. والعنوان الفرعي سيرة رجل عايش الحرب واعترف الحياة. هو خاض حروب كتيرة، والعادي ان الناس بتخوض الحروب وبتعيش الحياة، ولكن هو كان عنده من التجارب حتى في حياته اللي هي ما فيهاش حروب، اللي يخليها كمان تعتبر نوع من المعارك اللي هو خاضها. والفكرة كلها ابتدت كانت من حوالي سنتين، بشعور افتقاد رهيب ليه بعد رحيله بسنوات طويلة. وكتبت كده يعني بعض الخواطر كأني هبعت له. فلما كتبت الخواطر دي حسيت بالراحة جدا، وحسيت ان انا عايزه استرسل في الكتابه وابعت له اكتر، وكأن انا هكتب وهو يسمعني او يقرا اللي انا بكتبه ويرد عليا. ومن هنا بقى يعني انزلقت الى كتابه العمل ده. طب غالبا الكتابة عن السيرة الذاتية أو أحد أفراد العائلة قد يقابل ببعض هنقول إيه، يعني عدم الرضا من بعض أفراد الأسرة، أيا كانت طبعا الكتابة بما تحويه. فهل ده حصل ولا لا، كانوا مشجعين وداعمين والفكرة من أولها؟ والله في الاول والدتي اتخضت، قالت لي ما تحطينيش في الروايه. قلت لها طب انا هعمل ده ازاي؟ ما هو مش ما معقوله هبقى ينفعش طبعا. بتكلم عنه من غير ما اتكلم عنهم وتعارفهم وحياتهم وكده. أوكي. وبعدين غالبا عجبتها الفكره، فابتدت تشجعني وتدعمني بقى بكل الحاجات اللي تقدر عليها، سواء ذكرياتها اللي هي لسه فاكراها او الاوراق بتاعته اللي مكتوبه بخط ايده، اي وثائق موجوده عنده، تواريخ محتاجه ارجع لها. فبقت بتشجعني جدا لغايه لما الروايه طلعت. واعتقد ان هي كمان كانت سعيده، لان هي نوع من تخليد ذكراه. وهل كنتي بتخليها تقرا المسودة لا مثلا فصل خالص بفصل خالص، ولا لا؟ لا لا، كنت مكتمه يعني على شافتها في كل. الآخر بقى مفاجأة شافتها اول ما استلمت مكتملة. النسخه بتاعتها وعليها الاهداء، اه، لكن كل المسودات لا. ما حسيت ان شاء. ده طبعا هيبقى لود عليها، مش لود، من المؤكد انه هيبقى صعب، وفي نفس الوقت كمان هيخلينا طول الوقت ممكن عندها رؤيه مختلفه عن اللي انا عايزه احطها، فمش هنعرف نوصل لحاجه. بس لما خلصت وقريتها طبعا كانت سعيده بيها جدا. كل الافراد القريبين الحقيقه من العيله او من الناس اللي على علم بحياتنا وقروها، يعني لقوا فيها ذكريات كتير من اللي هم عاشوها في الحقيقه، كانت لطيفه. الناس اللي ما قروها يعني ما يعرفوناش بشكل شخصي وبيقروها كروايه وكقصه، استوقفهم جدا الجانب الانساني والرصد اللي موجود للحياه من النص الثاني من القرن العشرين. لان في طول الوقت هي مش روايه عن الحرب فقط، الحقيقه الحروب هي مجرد اجزاء منها، والاهم كمان هو تاثير الحروب دي على حياه الناس. يعني من القرن العشرين النص الثاني الناس كانت عايشه ازاي، وكان احساسهم ايه بالفترات بتاعه الازمات والحروب والفترات العاديه، وشكل الحياه في البيوت والعائلات. الفروقات اللي كانت بينهم اللي هي فعلا فروقات كانت بسيطه على الرغم من اختلاف الطبقات. ولكن يعني انا كنت حابه قوي ان انا استحضر الاجواء دي وانها تبقى موجوده. متخيلة طبعا حياة ضابط جيش مصري في الفترة دي من الخمسينات لحد منتصف السبعينات، كمية الحروب اللي خضناها، الواقع ده لأسرته والمحيطين بيه أكيد حاجة مش سهلة أبدا. وزي ما حضرتك قلتي متخيلة إن هي مش مجرد سيرة رجل عادي أو ضابط عادي، لا، أكيد هتبقى فيها استعراض للتغيرات الاجتماعية والسياسية اللي طرأت على الناس في هذه الفترة. بالظبط بالظبط. وحتى الجزء اللي بيتكلم عن الحروب هو في الحقيقه
يعني انا بشوف ان دي مجرد امثله، لان احنا كلنا في بيوتنا في شخص سواء كان جندي او ضابط او تم يعني ان هو الحاقه بالجيش في فتره من فترات الحروب. فهي احداث كلنا عشناها، حتى الناس اللي ما كانتش مشاركه في الحروب وموجوده في بيتها طول الوقت، الناس كانت جنب الراديو علشان تسمع البيانات وتعرف احنا وصلنا لغايه فين، لغايه ما اتحقق النصر بتاع اكتوبر. فهي كلها احداث يعني حميميه جدا، حتى كمان للي ما يعرفش الشخص نفسه. فجميل جدا ومتشوقين لقراءتها، والف الف مبروك. اشكرك جدا، واتمنى اسمع رايك وراي أكيد. الجروب ان شاء اعضائه ان شاء الله الله، لما ان يقروه. شاء الله يا دكتور هاله. في جانب اخر في حياه دكتوره هاله يهم القارئات مننا، حابه اتطرق اليه، وهو حبها وشغفها بصنع التلي. التلي هو نوع من التطريز الموجود في صعيد مصر، نوع من الازياء الشعبيه الفولكلوريه المصريه، وده وجهة نظري لازم نحافظ عليه لانه الى حد ما بيشكل جزء من الهويه المصريه. فاحكي لنا حضرتك عن حبك للتلي ومشروعك فيه. انا مبسوطه قوي ان احنا بنشترك كمان في حب التلي مع طبعا. حب القرايه والروايات. أكيد. الحقيقه التلي فعلا زي ما حضرتك قلتي هو تراث صعيدي، وتحديدا بيتعمل في سوهاج وفي اسيوط، ونوع من التطريز موجود في مصر من النص الثاني من القرن ال 18، ده بشكل مثبت في المراجع والكتب التاريخيه. وهو الحقيقه زي اي حاجه تراثيه بيمر بصعوبات كتيره، ما بيتمش تطويره قوي. دايما الناس كانت بتعمله بشكل تقليدي، مع صعوبه ان المنتج نفسه يبقى بجوده عاليه. انا عشان بحب التلي وبالصدفه من 3 سنين كان عندي فرصه ان انا اقابل سيدات سوهاج، واتكلمت معاهم في الموضوع بتاع التلي، وانه ليه ما يتطورش وليه ما يبقاش في فساتين وملابس نقدر نلبسها كل يوم من التلي. وبالفعل ابتديت انا وواحده من السيدات اللي بيشتغلوا تلي من سوهاج ان احنا نعمل ده مع بعض، لان رؤيتنا تطابقت، احنا الاثنين شايفين ان هو حاجه حلوه قوي وان هو تراث جميل يستحق مكانه احسن. فابتدينا نعمل ده، وابتديت برسم الحاجات اللي انا كان نفسي قوي البسها: بنطلون مطرز بالتلي، فستان تلي، ملابس ينفع تتلبس الصبح، مش شرط انها تبقى حاجات شغلها تقيل. ده مهم جدا، لان كل الحاجات اللي كنت بشوفها في بازارات او كده خاصه بالمناسبات، يعني ممكن هلبس ده الصبح، بالظبط. فكون انك تعملي منه حاجه تتلبس كل يوم دي حاجة عشان جميلة يسهل جداً. قوي علينا ان احنا نلبسه، وفي نفس الوقت يبقى بسيط ويبقى مصري جدا، فيبقى اي حد هيشوف الحاجه دي هيعرف انها حاجه مصري كاركترستيك لينا. قوي قوي. فالحقيقه لقيت بقى ان في ناس كتير زينا بيحبوا قوي التلي ده بعد التطوير كمان، وابتدى بقى يقولوا لبعض عليه وكده. وبس انا طول الوقت بقى بشتغل مع مجموعه السيدات من قريه جزيره شندويل من سوهاج، في زيارات متبادله ما بيننا، وبنشتغل على ان احنا طول الوقت نطوره انه يتعرف اكتر، نحسن الكواليتي بتاعت الشغل دايما، ويبقى فيه موديلات احدث ويعني خامات مختلفه. جميل. لا هنتابع طبعا صفحه حضرتك، وده شيء جميل جدا، بتحافظي على التراث المصري. تراث الحقيقه حلو قوي قوي. جميل. يعني انا من ضمن احلامي ان هو في يوم من الايام فعلا قريب قوي نقدر ان احنا نوثقه ونصدر كمان للخارج. يا ريت طبعا. على فكره بره كمان بيعرفوه يمكن اكتر مننا احيانا، لان كان في مرحله بيحبوا التراث، بيحبوا الحاجات المعموله بالايد، وكان في مرحله كانت السينما في هوليوود بتتخطى في الحاجات المعموله من التلي لانه مبهر جدا، فكانوا النجمات بيلبسوه. احنا اللي ساعات ما بنبقاش قوي عارفين يعني قيمته، فاحنا بنحاول نعرف ناس اكتر بيه، وان هو يبقى استخداماته ابسط عشان يتعرف اكتر ونقدر احنا نستعمل. جميل جدا. بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده، وكل التوفيق في الكتابه وفي التلي. انا اللي بشكرك جدا وبشكر اعضاء الجروب على اللقاء، وان شاء الله تيجي تاني فرصه واسمع رايكم بقى في الروايه او في التلي. ان شاء الله ضروري. الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا لحضراتكم.